أروح نعطيكم أسهل وصفة تاع كروكي ممكن تجربوها لقهوة العصر. سهلة وبسيطة، مكونات موجودة في كل بيت. تقدري ديريها يا ربي في واحد ربع ساعة ولا نص ساعة يكون عندك الكروكي واجد. تبعوا الوصفة للأخير. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش لايك وما تنساوش متابعة. يلا معايا الوصفة. تشوفوا هنايا كيفاش يجي هشيش يدوب في الفم. من أروع ما جربت في وصفة الكروكي. نبداو هنايا كما كتشوف معايا عندي 6 حبات بيض. انا درت 2 عبرات، ما تقدروا ديروا عبره واحده. قرصه ملح و2 كيسان كبار تاع سكر، ودرت ضربتهم مليح حتى تكاتب الحجم تاعهم، وزدت 2 كيسان كبار تاع زيت، وضفت هنا مغرف كبيره تاع لافاني وقشور الليمون او قشور البرتقال، و2 مغارف كبار مايزينا. هذا هو السر باش يجيكم الكروكي هشيش ويدوب في الفم. نضربوا جميع المكونات مع بعض كما كتشوفوا. وهنا نبداو نضيفوا الفرينه نبداو نضيفوها تدريجيا. ونضيف هنا 2 كيس خميره كيميائيه. كما قلت لكم انا ضاعفت الكميه، نتوما تقدروا ديروا كميه واحده يعني عبره واحده. ونلم بالفرينه كما كتشوفوا هنايا غير باطراف اصابع اليد، ونلموها حتى تشكل عندنا عجينه. شوفوا راهي تتلصق، ما تكثرولهاش الفرينه بزاف لخاطش الفرينه من بعدها غادي تشرب. هنايا راكم تشوفوا بعد ما خليتها شويه ارتاحت، ها هي ما راهيش تلصق في اليد. كما هكا نشكلوها على شكل دوائر. انا درت 6، نتوما تقدروا ديروا اقل ولا اكثر. نشكلوها هنايا حربوش كما كتشوفوا معايا. الفرن يكون ساخن على درجه 180 درجه. نديرها في البلا، نشكل هاد الحرابيش كما كتشوفوا معايا، ونبسطها من الفوق غير بشويه، يعني ما تضغطوش بزاف، غير من الفوق كما راكم تشوفوا بسطوها. وهنا واحد السر باش يعطيها واحد اللون شباب، هو الكونفيتير تاع المشماش. هنا ما ديروش صفار البيض، هذه وصفه رائعه. يعني دهنوا بالكونفيتير، يعني ما دهنوش بزاف كاع ولكن دهنوا حتى يتغطى الوجه كما راكم تشوفوا. دخلوها الفرن الطيب، شعلوا عليها من تحت ومن بعد شعلوا من الفوق. شوفوا النتيجه اللي يعطيها لنا داك الاحمرار تاع الكونفيتور. اول ما تخرج من الفرن نعاودو ندهنو بالكونفيتور كما كتشوفوا معايا هنايا بالمربى تاع المشماش. اكيد ندهنو مليح مليح. هنايا بهاد المرحله الثانيه ندهنو مليح، ونجيبو كاوكاو ونرشو الكاوكاو تاعنا. هذا الكروكي بالكاوكاو. تقدروا اللي ماش باغي الكاوكاو يعني ما يبغيش ولا يدير نواه كوكو ولا شيكولا، لكم الاختيار واش تبغوا تفضلوا في الكروكي. لكن جربوا هذه الوصفه صدقوني تجي رائعه. هنا ندهن كاع جميع الكروكي تاعي كما راكم تشوفوا معايا. شوفوا كي جا الشكل تاعه ما شاء الله، يجي خفيف ويقطع كميه كبيره. يعني اللي تكون عندها هكا ولادها دائما يفطروا بالكاطو ولا دير هاد الكميه شحال من يوم ياكلوا. شوفوا هنايا كيفاش الخفه والهشيج هشيش ما شاء الله. هنا قطعته. نتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو كما قلت لكم ما تنساوش تعليقاتكم، ما تنساوش تخلوا لي لايك ومتابعه. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه مع فيديو اخر باذن الله.